يا صباح الفل، اهلا بكم في فيديو جديد من اسلوب حياه. معاكم رشا. النهارده هنمشي على اكتر انواع معروفه ومشهوره في الاير فراير. هنبص نظره عامه على كل نوع، مميزاته، عيوبه، عشان قبل ما تشتروا حاجه تبقى عارفين ايه المميزات والعيوب بتاعه الاير فراير او المنتج اللي انت هتشتروه. اول نوع هبتدي بيه هو نوع ديلونجي. ديلونجي من اقوى الانواع والاول انواع اللي نزلت الاير فراير. هقول لكم ايه المميزات بتاعتها. اول حاجه هي متعدده الاستخدام. يعني ايه؟ يعني ممكن اعمل فيها طهي، اشوي فيها، احمص فيها، اخبز فيها، تسخين، اعمل فيها كذا حاجه. الحاجه الخاصيه التانية ان هي عندها خاصيه المالتي فراي الهوائيه. الخاصيه دي هي ينفع اعمل فيها انواع كتيره ومختلفه من الاكل، زي مثلا بيتزا، حلويات، اطهي فيها حاجه، ممكن استخدم فيها زيت او ما استخدمش، فبتديني تنوع كبير جدا. تالت ميزه فيها سهوله التنظيف، ان الماده بتاعتها غير قابله للصق، يعني حاجه متلزقش فيها وتتنضف بسهوله جدا، عامله زي التيفال من جوه. رابع ميزه ودي مشهوره بيها اكتر حاجه ديلونجي، ان هي السعه الكبيره. ان في بعض الموديلات بتوصل الساعه ل1.7 كيلو. دي الساعه تكفي حوالي 8 اشخاص لو اسره كبيره، فدي كميه كبير، يعني حجمها كبير. خامس ميزه فيها الانظمه كتير صحيه، والتيست بتاع الاكل فيها حلو جدا. رقم 6، عندها تقنية تسخين مزدوج. يعني هي بتوزع الحرارة بشكل متساوي جدا جوه الحلة بتاعتها، يعني ما نلاقيش حتة سخنة وحتة مش سخنة كويس، التوزيع بتاعها حلوة جدا. سابع ميزة فيها زراع، زي زراع كده بيقلب الحاجات اللي من جوه على حسب الحاجة. وفي موديلات ينفع الزراع ده يتشال واستغنى عنه، وينفع احطه، ده على حسب الموديل. فيها خاصية عدم لزق، قلنا الطعام مش بيلزقش فيها. سهولة اشيلها من مكان للتاني بسهولة. الغطاء بتاعها في انواع كتيرة شفاف، فينفع اشوف الحاجة هي وجواها. مؤشر الحرارة، 4 مستويات للحرارة والتحكم، وفيها تحكم اوتوماتيكي بالكامل. معدلات الامان بتاعتها عالية، وده المقصود بيه ان لما مثلا الحاجه جواها سخنه، لما امسكها من بره ما الاقيش سخونه، فبتبقى امان في الاستخدام ليا والافراد اسرتي. قلت لكم كمان الخفاقه المشهوره بيها او المميزه بيها ديلونجي، اللي تقلب الطعام. وفيها خاصيه اللي ممكن اوقفها كامل، لو انا عايزه اوقفها في النص اوقفها. مستويات الحراره فيها مختلفه. كمان خاصيه المزج التلقائي دي للمكونات. في بعض الانواع في لوحة التحكم بتكون رقمية. دي كل المميزات. ايه بقى عيوب ديلونجي؟ عيوبها ديلونجي ان هي يعتبر يعني متعقدة كده في الاستخدام، وبالاخص لو الناس كبيرة في السن هيلاقوا فيها يعني مش سلسة، يعني فيها تفاصيل كتيرة. بالنسبة للناس الكبيرة اوقات كتيرة بيشتكوا ان هي فيها تعقيدات كتيرة في الاستخدام. الهيكل الخارجي قابل للكسر في بعض الموديلات. صوتها الى حد ما نسبيا مرتفع. عدم توفر فيها زر ايقاف تلقائي في بعض الانواع، يعني في بعض الانواع الزر بتاع الايقاف التلقائي ده مش موجود. برضو في ناس اشتكوا ان هي بطيئة نسبيا. كبيرة، حجمها كبير فبتحتاج مكان كبير للتخزين. طبعا اكتر حاجة كمان عيب في ديلونجي ان هي سعرها عالي، يعتبر من الفئات السعرية العالية. كمان اكتر كمان حاجة عدم توفر درجات مئوية. يعني في موجودة في بعض الموديلات ما لاقيش مثلا اعرف درجة الحرارة المئوية كام، يعني هنشوف بانواع تانية انا بختار البرنامج بيظهر لي درجة حرارة البرنامج ده كام. لا، في ديلونجي مش موجودة الخاصية دي، فبضطر اوقات كتيرة ارجع لكتالوج ابص البرنامج دي درجة الحرارة بتاعته كام، عشان ابقى عارفة انا يعني انا حاطة الاكل او اي حاجة، بالذات في اكلات بتعوز درجات حرارة معينة زي الكيك والمخبوزات، بيعوز احط درجات حرارة معينة. فبالمقارنة بين المميزات والعيوب، فهي مميزاتها اكتر من عيوبها. هي بس لو انتوا عندكم امكانية عالية، طبعا جيبوا ديلونجي، ان هي يعتبر الاولى في انواع الاير فراير. نيجي تاني نوع معانا هو فيليبس.
فيليبس من الشركات اللي في الاير فراير، يعتبر نسبة المبيعات بتاعتها عالية جدا على مستوى الشرق الاوسط كله، فتعتبر من الشركات الاولى في اصدار ومبيعات الاير فراير. هقول لكم 11 ميزة لفيليبس. اول ميزة هي خاصية الرابid اير، ودي خاصية الهواء السخن. توزيع الهواء السخن في الاير فراير جوه، يعني بتوزع الهواء السخن بشكل حلو، وده بيدي نتيجة ان الاكل يبقى متساوي في الطهي. توزيع الاكل، توزيع الهواء بيساعد على طهو الاكل بشكل جيد. تاني ميزة التصميم بتاعها انيق وشكله حلو، فينفع اكون بحطها على الرخامة وتبقى يعني كأنها مش هتبوظ شكل ديكور المطبخ، ان شكلها انيق جدا كشكل العام. تالت ميزة صورة الاستخدام، طريقة يعني استخدامها سهل، ما فيهاش زي ما بنقول صعوبة في الاستخدام. غير طبعا ديلونجي فيها تفاصيل كتيرة. رقم 5، عندها مؤقت زمني حوالي 30 دقيقة، يعني ممكن كل 30 دقيقة نخليها تفصل. رقم 6 بيجي معاها كتيب فيه وصفات حلو وحادق، ينفع اعملهم الوصفات دي في الاير فراير، فتكون طول الوقت قدامي كتيب بيساعدني بوصفات اكون بعملها في الاير فراير. رقم 7، معايير الامان فيها عاليه، بمعنى ان هي لما هي تكون شغاله وسخنه من جوه، لما اجي المسها من بره او اي حد يلمسها مش هتكون سخنه، فدي معايير الامان فيها عاليه. الايقاف التلقائي في مؤشر صوت، يعني اول ما انا مشغله مثلا برنامج معين، اول ما بيخلص بيديني زي صوت كده الارم، يبين لي ان البرنامج خلص والاكل جاهز. ده يعني زي تايمر كده او الارم كده بيطلع منها. هي فيها رقم 9، فيها ضمان لمدة 2 سنين. فيليبس بتدي ضمان على الاير فراير 2 سنين، ده عكس شركات تانية هنلاقيها بتدي ضمان 1 سنة. هنشوفها بعد كده. فيها شاشة ديجيتال، هي في انواع من فيليبس ما فيهاش شاشة ديجيتال، بس معظم انواع فيليبس فيها شاشة ديجيتال بتبين لي الوقت بتاع الاكلة قد ايه، ودرجة حرارة الاكل قد ايه، فده بيساعدني انقص ازود ممكن بسهولة جدا، يبقى الوقت قدامي والكوقت قدامي وكدرجة حرارة كمان قدامي، فده بيسهل جدا في الاستخدام. رقم 11 اخر ميزة هي تعدد الاستخدامات بتاعتها، يعني ينفع استخدمها في الطهي، في الشوي، في تحميص خبز، تسخين، حاجات كتيرة. نيجي هنا بعد كده على العيوب. للعلم انا الاير فراير بستخدمها في البيت عندي، هي نوع فيليبس، بتشوفوها معايا في الفيديوهات بستخدمها كتير، فيعني عن تجربة هي كويسة. وهقول لكم العيوب بتاعتها. انا بقالها معايا حوالي 2 سنين، نشكر ربنا يعني عليها، كويسة جدا بالنسبة لي. هشارككم بس في العيوب هقول لكم عليها، بس عشان اتجنب العيوب الموجودة، انا في طريقة استخدام في تنظيفها وفي العناية بيها. انا يعني سواء فيليبس او اي نوع تاني من الاير فراير، انا لو استخدمت طريقة عناية وتنظيف بشكل كويس، الاير فراير مهما كان نوعها ايه معايا هيفضل تبقى قاعدة معايا فترة طويلة بنتيجة بتديني نتيجة كويسة. الفيديو ده انا هسيبه لكم في صندوق الوصف عشان مش عايز اكرر بس كلام. وبرده في اخطاء بنعملها في استخدام الاير فراير سواء فيليبس او اي نوع تاني. اكتر اخطاء منتشره في استخدام الاير فراير عملت لها فيديو وحدي، برضو هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف. الحاجات دي هتخلي الاير فراير مهما كان نوعها ايه عندك بتقعد معاكي فتره طويله من العمر، وبتقعد معاكي زي ما بنقول بصحتها وما تديكيش عيوب كتيره. ندخل بقى هنا على عيوب فيليبس. التصاق الطعام فيها، طبعا لو انا بغسلها بطريقه مش صح وبعتني بيها طريقه مش صح، المادة اللزق بتاعتها هتبوظ وهتقشر وهيلزق الطعام فيها. صغر حجمها، انا لو هقارنها بديلونجي اللي قلت لكم قبلها من شويه، طبعا ساعاتها اصغر، فيعني هي يدوبك الاكل يعني ايه، احنا في البيت 4 افراد يدوبك هتقدنا، يعني لو في كميه كبيره او اسره كبيره لا، الساعه اللي بتشيلها فيليبس صغيره مش كبيره.
استهلاك الكهرباء رقم 3، استهلاك الكهرباء فيها عالي. ده لو هقارنها، لو انا عايز احمر او حاجه في البوتاجاز في الغاز، فطبعا التكلفه اكتر في الكهرباء، فمش موفره في الكهرباء. رابع حاجه تنشيف بعض الاكل في القلي. يعني انا لو هقارنها بجوده الاكل المقلي في الزيت، طبعا في ناس بتقول لك لا انا مش حاسه بنفس الطعم القلي في الزيت، مش بنفس جمال الحاجه المقليه. انا مش هوصل للمرحله دي، مش توصل للمرحله دي، بس الى حد ما جوده كويسه، بس زيت اقل. لكن كانت الشكوى ان هي مش بتوصل في القلي بنفس جوده الحاجه المقليه. رقم 5 غير مناسبه لقلي بعض الاطعمه زي البتنجان. يعني كتير شكوى في فيليبس، ودي حقيقي، ان مثلا في البتنجان مش بتبقى البتنجان زي المقلي في الزيت، بالذات في البتنجان بالذات، يعني مش بيوصل بنفس جودة البتنجان المقلي. رقم 6 ارتفاع سعرها. يعني هتعتبر فيليبس من الاير فراير الفئة السعرية العالية، ده عيب فيها. رقم 7 عدم تقليب الاكل بشكل آلي. يعني شوفنا ديلونجي فيها ايد بتقلب الاكل يمين وشمال وفوق وتحت حاجات كده اوتوماتيك، لا. لكن فيليبس انا بضطر ان انا في نص الوقت افتح الدرج لو عايزه اقلب الحاجه ببطونج او ماسك او اي حاجه اكون بقلبه ده، لكن ما فيهاش تقليب آلي زي ديلونجي، ده عيب فيها. رقم 8 ان هي بتحتاج مساحه تخزينيه كبيره. يعني انا لو مطبخي صغير هي بتاخد مساحه على الرخامه. رقم 9 ما فيش فيها الباب بتاعها معتم مش شفاف، على عكس مثلا ديلونجي فيها الباب شفاف، انا شايفه الحاجه اخبار تسويتها ايه فيها باب شفاف، لكن ده الباب معتم بضطر افتحه واقفله واشوف الحاجه اخبارها ايه. رقم 10 صوتها مرتفع نسبيا، كذا حد اشتكى من صوتها، بس انا استخدامي ليها معقوله، يعني مش الصوت العالي لدرجه الازعاج. رقم 11 الهيكل الخارجي قابل للكسر. طبعا الهيكل الخارجي عبارة عن بلاستيك باغ، لو وقع الدرج منك بأي قصد طبعا هيتكسر، فالهيكل الخارجي سواء هي أو الدرج قابلين للكسر. رقم 12 آخر حاجة بطيئة في الشوي. يعني أنا لما أقارنها بأنواع تانية ممكن فيليبس تاخد وقت أطول في عملية الشوي. هأكد عليكم تاني إن سواء فيليبس أو أي نوع تاني لو انا بستخدمه بطريقه صح، طريقه التنظيف والعنايه بيها بطريقه صح، مثلا زي قلت لكم في اخطاء ان زي مثلا مش بحط ورق زبده او حاجه زي كده هتوسخ معايا هتتعبني في التنظيف، هسيب لكم بجد الفيديوهات دي. اي حد ناوي يشتري اير فراير او عنده اير فراير اسمعوا الفيديوهات دي، هسيبها لكم في صندوق الوصف، هتخلي معاكم الجهاز يقعد وقت طويل ويديكم نتيجه كويسه في الاستخدام. اتمنى لاي حد وصل معايا للنقطه دي يعمل لايك للفيديو، ولو انتم مش مشتركين في القناه اتاكدوا ان انتم مفعلين زر الجرس على كلمه الاول عشان كل جديد يوصلكم في القناه. وكمان انا هنتظر تكتبوا لي ايه انواع من اير فراير تحبوا اعمل لكم ريفيو عنها واتكلم باستفاضه عنها. اكتبوا لي في الكومنتات وانا هتابع كل كومنتاتكم. شكرا ليكم.